اللي انا شفته ده مستحيل يكون طبيعي. لو لسه ما روحتش المكان ده فانت فايتك نص عمرك حرفيا. اول ما دخلت اتفاجئت من كمية التماثيل والادوات اللي عمرها الاف السنين اللي موجودة في كل ركن في المكان، وصدقني مهما سمعت عن الحاجات دي مش زي ما تشوف بعينك. وقفت في الاول مش مصدق ان التماثيل دي مصنوعة من الاف السنين بالدقة دي، لان الحاجات دي مستحيل تتعمل الا باحدث اجهزة الليزر في العالم. فازاي المصريين القدماء قدروا يعملوها من آلاف السنين؟ ما لقيتش إجابة غير إن المصري القديم كان عبقري، ولحد دلوقتي إحنا ما اكتشفناش غير حاجات بسيطة عن الحضارة المصرية القديمة. ده هيكل عظمي عمره حوالي 35 ألف سنة، وده جدي إخناتون أول من نادى بعبادة إله واحد في مصر القديمة. وناس كتير بتعتقد انه الملك اللي عاصر سيدنا يوسف عليه السلام لما دخل مصر، لكن في ادلة كتير بتنفي ده تماما. وبعدها دخلت الحجرة الملكية اللي فيها حوالي 20 مومياء لملوك مصر القديمة، لكن للأسف التصوير كان ممنوع، وكل مومياء منهم مكتوب جنبها قصة حياتها وإنجازاتها. ودي كانت زيارتي للمتحف القومي للحضارة مع زمايلي من جميع أنحاء الوطن العربي اللي كانوا مشاركين في نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي اللي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية. فلو عايز تعرف تفاصيل عن ازاي تشارك في الأنشطة دي اعمل كومنت، ولو عايز تلف مصر كلها وانت قاعد في بيتك اعمل لي فولو.